هو فعلا لما بيصادف اول ايام العيد يوم جمعة ما بنصليش صلاة الجمعة وبنستكفى بصلاة العيد؟ اصلا انا اتصدمت يا جماعة، النهاردة بقلب في التلفزيون عشان اجيب صلاة الجمعة، الاقي لك بسم الله ما شاء الله صف واحد اللي في الجامع. قلت الدنيا عيد ويمكن الناس هتيجي. القرآن خلص وقرينا الفاتحة والخطبة قربت تخلص وهو الصف اليتيم مفيش غيره. اسكت انا بقى؟ والله ما يحصل. دورت وبحثت وتوصلت ان فعلا صلاة العيد بتغني عن صلاة الجمعة، وان فعلا اللي صلى صلاة العيد ممكن ما يصليش صلاة الجمعة الا الامام ده، عشان اللي ان شاء الله يعني عايز يصلي الجمعة ولا حاجة، لان في ناس ما شاء الله ما بيصلوش الاتنين موسوعة. اما بقى في مذهب الحنفية والمالكية صلاة العيد ما بتغنيش عن صلاة الجمعة، لكن المذهب الشافعي كان ليه رأي تاني، ان اهل القرى اللي بيشهدوا صلاة العيد ممكن ما يصلوش صلاة الجمعة. وعلى فكرة ده كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصيحة صغيرة للمسلمين، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال برضو إن اللي بيشهد صلاة العيد ممكن ما يصليش الجمعة، يصلي الظهر في وقته وفي الجامع، يعني هيصلي جماعة. وقال إن لما يجي عيد يوم جمعة ده خير فوق خير وجبر من ربنا ليك، يعني انت المفروض تفرح مش تخنصر من الصلاة. ده احنا علينا حركات، اي حاجة نعرف نحمرق فيها في الدين ما نترددش ابدا. صلي يا عم وتاخد الاجر، هو من كتر اعمالك الحلوة. وانت بقى يا سيدي صليت العيد ولا الجمعة ولا ما صليتش خالص؟